الصيف اللي جاي كل اللي طالع الحاجات الفلوي، الحاجات المتهدلة، البوهو شيك، الكاستايل، البوهو شيك طالع موضة تاني، البولكا دوت. إيه الموضة اللي منتشرة دلوقتي ومش مقتنعة بيها؟ الموضة المنتشرة أو الtrend المنتشر دلوقتي أنا مش مقتنعة بيه الcrop top والحاجات القصيرة اللي من فوق، لإن الناس ما بتبقاش فاهمة إن دي مش بس موضة، هو ليها عنصر تجاري. يعني المصانع والبراندات الكبيرة لمّا بتعمل الcrops دي، هي مش بس بتعملها عشان هي موضة، هي بتعملها كتوفير، كmaterial وكfabric وكقماش، ومش مناسبة لينا ومش مناسبة لمجتمعنا، ومع الأسف هي منتشرة ما بين السن المراهقة، البنات والولاد اللي في سن المراهقة. إيه الترند اللي عمره ما عجبِك؟ الموضة اللي عمرها ما عجبتني هي الskinny jeans أو البنطلونات الskinny. البنطلونات الskinny هي حتى من اسمها skinny، يعني هي معمولة للبنات الرفيعين جدًا، فمعنى كده إن أي عيب في الجسم هيبان في البنطلونات دي، فما فيش أي شكل جسم هيليق عليه البنطلونات دي، ما عدا أنا ممكن أستخدمه في حالة واحدة عشان ما نرميش الskinny jeans، إن أنا ألبسه في الشتا على الhigh boots أو الboot العالي. إمم. إيه الترندات المتوقعة لصيف 2025؟ الصيف اللي جاي كل اللي طالع الحاجات الفلوي، الحاجات المتهدلة، البوهو شيك، الكاستايل، البوهو شيك طالع موضة تاني، البولكا دوتس، التشينز، الحاجات الchunky والكبيرة، كل دي هنشوفها وشُفناها على الrunway، هنشوفها أكتر في الصيف والربيع اللي جايين. في ألوان أو أقمشة معيّنة هتكون موجودة في 2025؟ من أكتر الألوان اللي هنشوفها وكانت موجودة الصيف اللي فات هو الbutter yellow أو الأصفر الفاتح أوي، البود روز اللي هو الروز الفاتح أوي برضه هيبقى موجود، الأكوا جرين، التركواز، البني الفاتح، فعامةً الاتجاه رايح أكتر ناحية الألوان الفاتحة. إزاي البنت تقدر تلاقي الstyle اللي يكون لايق عليها وشبه شخصيتها؟ بُصّي، هو السؤال ده علشان تعرف شخصيتها وتعرف اللي بيليق عليها في عوامل كتيرة أوي لازم تاخدها في اعتبارها. أول حاجة شكل جسمها، لازم تعرف إيه اللي بيليق عليَّ، إيه اللي مش بيليق عليَّ، إيه اللي بيتخنّي، إيه اللي بيبيّن عيوب جسمي. لازم تعرف الألوان اللي بتليق عليها، وهي لو البنت بتجرّب الألوان لوحدها يبقى هي لازم تعمل try and error. يعني ساعات كتيرة أوي بنلبس لون تحس إن اللون حلو عليَّ، وفي لون تحس إن هو مبهت لي النهارده، فلازم تاخد بالها، يبقى تاخد بالها من شكل جسمها، وتاخد بالها من الألوان اللي بتليق عليها، وتعمل تغذية بصرية، بمعنى إن هي تبقى فاهمة أنا باتفرّج على إيه، والإيه اللي بيدّيني inspiration أو إيه اللي بيلهمني ألبس، لإن أنا لو اتفرّجت على حاجة غلط by default عيني هتاخد على الغلط، وهتبقى مش شايفة إن هو غلط، وهتلاقيني أنا باكرر الغلط، فهي لازم تعمل تغذية بصرية كويسة، وتبقى عارفة هي بتقلد مين أو الinspo بتاعها أصلًا صح والّا غلط.